مساء الخير عليكم حبايبي كلكم في كل مكان. كل سنة وانتم بألف خير. بنودع سنة وبنستقبل سنة جديدة. كل سنة والعالم كله بخير. تعالوا نشوف أكلنا النهاردة في رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل ايه؟ هعمل حاجة كده يعني ما عملتهاش كتير. هعمل صيادية بياض، بس لا رز ولا فريك، كده بتقليه تغمزي بيها كده حاجه جميله. هتشوفي الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. وهنعمل حاجه كده جنبيها دي. تعالوا نشوف كده البياض بيبقى شكله ازاي. احنا فاتحاه ومنضفاه ومتبلاه. بيبقى شكله عامل زي القرموط بس مش قرموط. دي كمالته. انا وانا بقطع بس بغسله، الكاميرا ما صورتش كويس. بيبقى بالشكل ده. وديله ايه واحده صغنونه هنعملها على قدينا كده طاجن. هجيب بالتتبيل عادي بدقيق عادي، وبعد كده بالتلحيسه اللي احنا اتعودنا عليها. هات يا مروه التلحيسه. هتبل بالدقيق. التلحيسه دي بتخلي ان ما يشربش زيت، والزيت بيبقى يفضل نظيف لغايه اخر حاجه. يعني انا كان عندي اوردر سمك كبير، الزيت زي ما هو كده نظيف لان انا محافظه عليه. تمام اهو. هتبل كده. والتلحيسه اللي هي بناخد من الدقيق اللي هو دقيق مع نشا وتوابل سمك وكمون وملح. بناخد منه حبه ونضيفها هنا، ونزود عليها حبه كركم صغيره، ونزود عليها ميه لما تبقى سايله كده. تمام. هبدا بقى كده انا اول ما يتقدح قوي نعرف كده هو كده اتقدح. نختبره ونطلع من هنا ونقلي عادي خالص. وتعالوا نشوف الطريقه بتاعتي شكلها ايه. هتبلها كده وتعالوا نعمل الدنيا. هاخد شويه زيت. شايفين الزيت جميل ازاي؟ هاخد شويه زيت كده في طاسه، هعمل بيهم البصله. تمام. لازم يكونوا من ريحه السمك. تعالوا هنا بقى نشوف البصله معايا شكلها ايه. انا عاملاها بالسكينه مكعبات صغنونه كده. تمام. بصوا، عايزين تخلوا ريحه البيت حلوه وانتوا بتقلوا السمك. شوفوا الليمونه دي زي ما هنا كده، احطها في الزيت تخلي ريحه البيت ما فيهوش سمك خالص. الزيت اتقدح، ننزل بالبصله. هشوح فيها لغايه ما يبقى لونها مغمق قوي شويه بس مش محروق، بين الاحمر وبين البني. بصوا يا حبايبي اللون كده بين الاحمر وبين البني، يعني مش محروق. شايفين اللون واضح يا مريم اللون؟ بصوا كده. والقشر البياض معانا اتحمر بقى حلو. بسم الله. هنزل بقى بالطماطم باللون ده. هنعمل شويه صياديه او سمك بدمعه زي ما بتسموه في بلدكم. هحط بقى شويه كمون، واحط نقطتين التوم المهروسه بتاعه التتبيله اللي فايده من التتبيله. وهحط شويه ملح، واحط شويه بابريكا. اي توابل بقى بتحبيها للسمك حطيها. واسيبها كده لما احس ان هي الدمعه تقيله معايا. هنزل بقى بالسمك يغلي غلوه، وبعد كده واغطيها بس كده دقيقتين. بس ايه، اخد بالي منها كل دقيقه، اقلب فيها كده كل دقيقه. نيجي بقى نطلعهم كده في بايركس هنا. وده اول طاجن معانا. شايفين السمك ما قعدش يعني دقيقتين بالظبط. هنحطهم بقى تحت شوايه مش فرن ولا حاجه، ناخد نكهه الفرن. شايفين المنظر؟ تحت الشوايه. ده اول طاجن. طاسه ونحط فيها حبه زيت صغيره. ننزل بالبصل بقى. هنزل بحبه ملح علشان الملح بيخلي البصل يدبل بسرعه. تمام. هننزل بشويه فلفل الوان، لو عندك اخضر مش مشكله. الله على الروايح. ايوه انا بحب الحاجات دي كلها زي ما طلبتوا حبايب قلب اهو. انا طلبت مكرونه ومريم جمبري عشان تعرفوا ان انا مش هقصر معاكم يعني في حاجه. انا طلبت جمبري مطول. معلش اهو جه الوقت يا مارك، خلاص بقى. ايه الاحباط ده؟
ننزل بحبه بصل مبشور، جزر مبشوره، ودي هحطها في السلطه. ننزل بقى بشويه طماطم معمولين زي السلطه. يا سلام على الريحه. انا يعني التوابل لسه ما اتحطتش يا مريم. انا شم الروايح جامده جدا. هنزل بالجمبري يا حبايبي، انا متبلاه ومنضفاه. أيوة. شايله فرصة الخيط، منتظرينها من شايله زمان. الخيط الرمل من هنا ومنضفاه زي الفل، ومنقعاه في ميه جمال. وخل وليمون وحاجه كده جميله. الجمبري اول ما تبداي تحطيه مش هياخد 7 دقايق بالظبط هم معاكي. اصلا 7 دقايق. أول ما ممكن لونه يغير علشان عامة. ده الحجم الكبير، علشان ده الحجم الكبير ممكن ياخد 6 دقايق معايا. تمام. انا بقى هحطه في الفرن، فهياخد معايا 5 دقايق هنا في الطاجن، وهياخد دقيقتين تحت الشوايه. برضه اللحظة 7 دي- دقايق. في اللحظه دي هنزل بشويه هريسه طماطم، صلصه طماطم. هنزل بشويه ميه علشان يعمل صوص مع الصلصه، ميه مع ايوه انا صلصه. بحب الصوص بتاعه. تمام. شويه الصوص اللي بينزلوا بقى. بس مريم ايه، احنا خطيرة. تعبنا مش قادرين نعمل سلطه رز بصراحه، كفايه لنا كده. فكفايه كده النهارده. هو ده كله كده ده كفايه اصلا. اول ما يتلون لونه يا حبايبي، هو الطاجن بصراحه حاجه جميله. في ناس بتحب تحوش الراس، بس لا، دي الراس فيها كل انا الفيتامينات اصلا وكل بحبه عشان جماله الراس. عشان راسه. تمام. علي كده يا مرفي. هحط شويه كمون، 2. بابريكا، طبعا احنا حطينا ملح في الاول ما تنسوش. هنحط حبه شويه للخضار. تمام. وابدا اقلب زي ما قلت، هنقلب لونه فوق على فكره 5 بدأ دقايق. يتغير. 5 دقايق حبايبي. الجمبري لو شد معاكي استوى قوي، هو والصبيط بيبقى يعكس طعمه ويعكس جماله. ننزل بقى بالخلطه الجباره بالطعم الهايل. حبتين عودين كده كرفس يا جماله. هقفل عليه بعد 5 دقايق. هحطه بقى في البايركس ونحطه تحت الشوايه. ودي الطواجن اللي طلعت، ودي سفرتنا النهارده. ده مكرونه. دي مكرونه، شايفين اللون جميلة جدا. والحجم والجمال. ده وده الجمدان الباشا، كله. ده الباشا، باشا يعني. رئيس السفره ده بتاعتنا. رئيس السفره. ده رئيس السفره التاني اللي بالنسبه لهم هم مش اه بالنسبه لنا احنا. اه. بس هاتي مقصوصه انا اعمل بيها ده. هاتي مقصوصه الاول. بصي انا هعمل ده. تعالوا بقى شوفوا الصلصه شكلها ايه. ايه الجمال ده. شايفين الدمعه تغمزي كده بيها بالعيش، حاجه كده جميله ما فيهاش، مش صيصه، حاجه كده حلوه. هاتي شو كمان نشوف اللحمه من جوه تبقى خطيره. تعالوا نشوف اللحمه كده. ورينا. الله. شايفين بس تتقلي وتتحط في الدمعه مفيش دقيقتين. تعالوا نشوفوا الباشا بقى بتاعنا. الباشا التاني. باشا التاني. يا مريم، لو عملت لنا شويه رز يا مريم عشان الصوص ده. معلش. شويه الصوص ده بيتشربوا شرب كده. الله. انا بشربهم. شويه الصوص كده حاجه كده عظمه. يزين بس ايه ده بشويه بقدونس كده، حتى وانت بتاكليه ريحه البقدونس كده الله. جميله. ودي السفره النهارده. يا رب تكون عجبتكم، و يعني كل سنه والعالم كله بخير. وانا فرحانه ان احنا بننهي السنه مع بعض. ان شاء الله الفيديو ينزلكم قبل اليوم بتاع بكره باذن ربنا. كل عام وانتم في كل مكان بخير يا رب. حطوا لايك للفيديو وانتظروني ان شاء الله في السنه الجديده ان عشت وكان لي عمر في وصفات كتير حلوه. باي باي يا حبايب قلبي.